اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السبانخ باللحمه بطريقه حلوه جدا، وعايزه اقول لكم ان السبانخ مفيده جدا. تعالوا بينا نعرف الطريقه، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. معايا هنا بقى طبعا كيلو من السبانخ، انا مخرطاه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا ما بخرطوش صغير قوي ولا كبير قوي، يعني متوسط كده. وطبعا السبانخ من اهم الحاجات اللي لازم تتغسل كويس جدا، يعني ممكن تغسليها مرتين تلاتة. وكمان جايبه معايا هنا حمص طبيخ، طبعا انا نقعاه لمده ساعتين علشان يبقى مستوي معايا كويس. وكمان معايا طبعا بصلتين انا مخرطاهم، ومعايا عصير طماطم، ومعايا كزبره ومعلقه من الصلصه. وفي حله على النار هنا حطيت معلقه كبيره من السمنه، وطبعا نزلت بالبصل اللي انا مخرطاه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بعد كده لما يتدبل شويه هبتدي انزل باللحمه بتاعتي، وافضل اشوح فيها لحد ما تبتدي تغير لونها. زي ما انتوا شايفين كده بدأت طبعا اشوح في اللحمة. وبعد كده طبعا حطيت رشة صغيرة من الفلفل الاسود، وبعد كده حطيت كوباية صغيرة من المية السخنة. بعد كده بكمل تقليب طبعا في اللحمة كده لحد ما تبتدي لونها يتغير. وحطيت طبعا المية كده علشان هغطي اللحمة شوية، والمية مع البخار هيبتدي كده يسوي اللحمة نص سوا. بعد كده طبعا بعد ما غطيت اللحمة وادت للحمة كده نص سوا، بدأت طبعا احط معلقة كبيرة من الصلصة، وكمان هنزل بعصير الطماطم. طبعا بعد ما حطيت عصير الطماطم هبتدي كده احط حمص الطبيخ معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده هحط شوية من الملح وشوية من السكر علشان خاطر الصلصة ما تبقاش حامية. وبعد كده طبعا بقلبهم كويس في بعض زي ما انتوا شايفين. وهبتدي طبعا اغطي الحلة كويس لحد ما اللحمة تبتدي تستوي كويس جدا، هي والحمص الطبيخ. لازم طبعا حمص الطبيخ يستوي الاول واللحمة تستوي. وبعد كده انزل بالسبانخ لان هي بتاخد غلوتين بس، وبطفي عليها. السبانخ يا جماعة ما بتقعدش كتير في النار علشان ما تتهريش او تبقى طعمها متغير. زي ما انتوا شايفين بدأت طبعا انزل بالسبانخ كده. وبعد كده طبعا هحط الكزبرة الخضراء زي ما انتوا شايفين، بتدي طعم حلو قوي للسبانخ. وفي ناس بتحب تحط شبت، بس انا الحقيقة ما بحبش احط الشبت، بحب طبعا اكتفي بالكزبرة. طبعا زي ما انتوا شايفين هنا السبانخ بدأت تقل معايا وتخش جوه الصلصة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى طبعا هنعمل التقلية بتاعة السبانخ. جبت طبعا معلقة كبيرة من السمنة، وحطيت معلقة من الثوم المفروم، وهشوحها كويس جدا. وطبعا بحط كزبرة ناشفة، وبقلبهم كويس لحد ما تبتدي كده الثوم يدي لون معايا زي ما انتوا شايفين. اول ما يبتدي يصفر شوية كده، طبعا هنا انا حطيت الكزبرة الناشفة وبشوحهم كويس جدا. اول ما يصفر الثوم معايا هبتدي طبعا احطه على السبانخ. عايزه اقول لكم ان بيبقى طعمها رهيب جدا. والسبانخ يا جماعه من اهم الاكلات المفيده جدا للجسم، وطبعا اكلها صحي قوي. بس لازم اهم حاجه غسلها يتغسل كويس زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا بعد ما خلصت بقى السبانخ واللحمه استوت معايا، شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ده غير طبعا طعمها رهيب. امشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، بجد هيبقى طعمها حلو معاكم قوي. متنسوش بقى لو اول مره تشوفوني تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.